احنا كلنا اكيد بنحب نظريات ديزني علشان بتخلينا نشوف الافلام الكلاسيكيه المفضله عندنا بطريقه مختلفه وجديده. النظريه دي عن فيلم علاء الدين من اشهر واكتر النظريات اللي الناس بتحبها، فكمل معانا للفيديو لحد الاخر علشان تعرف قد ايه شخصيه ياسمين مهمه في النظريه دي. ولو انت بقى جديد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني. ويلا بينا نكمل. فيلم علاء الدين ده واحد من احلى افلام ديزني اللي طلعت في فترة التسعينات، فيه كل حاجة، اغاني كبيرة، مغامرة، وقصة حب حلوة جدا. والأميرة كمان قوية وجميلة، والحيوانات كيوت وذكية جدا، وطبعا الجني اللي كل الناس بتحبه واللي يعتبر من أظرف شخصيات ديزني اللي اتكتبت. فخلينا متفقين إن الفيلم ده فعلا تحفة بجد، وكلنا اتفرجنا عليه كذا مرة. بس تعالى بقى نتخيل الفيلم ده بشكل مختلف. يعني إيه رأيك لو قلنا ليك إن أحداث فيلم علاء الدين مش في مدينة قديمة زي ما كنا فاكرين، لا دي بتحصل بعد 10,000 سنة في المستقبل. أيوة أنا عارف إن الموضوع يمكن يبان غريب شوية، لكن لو ركزت في الأدلة هتلاقي إن الموضوع فعلا في النهاية منطقي. نبدأ بأول دليل، الجني. في بداية الفيلم لما بيطلع من المصباح أول جملة بيقولها إيه؟ بيقول إن 10,000 سنة وأنا محبوس هنا، ده يوجع الرقبة جدا. دلوقتي ممكن تقول عادي هو جن سحري وإحساسه بالوقت غير عننا، بس لو افترضنا إن بيحس بالوقت زي البشر يبقى كده الفيلم أحداثه بتحصل بعد 10,000 سنة من آخر حاجة الجن فاكرها. وعلشان نعرف القصة دي بتحصل في أي وقت بالظبط لازم نبص على كل الحاجات اللي الجن بيتكلم عنها. فالجن هنا طول الفيلم بيقول تعليقات وحاجات بتبين انه عاش في عالمنا الحديث. مثلا لما علاء الدين بيتمنى يبقى امير، الجن بيعملوا تغيير في شكله ضخم جدا. المشهد ده تحفة لان نادرا لما نشوف لقطات تغيير شكل للرجالة في افلام ديزني. لكن الجن بيهزر وبيقول ان الطربوش مع الصدرية بتاعته ستايل قديم قوي ويرجع للقرن الثالث، وده معناه انه شاف موضة الرجالة في القرن الثالث. وبما انه كان نايم 10,000 سنة يبقى اقل وقت ممكن تكون احداث علاء الدين فيه هو سنة 10,300. وده بقى مجرد البداية. الجن كمان بيقول تلميحات أكتر بتثبت إن الفيلم بعد القرن العشرين بكتير. يعني هو بيقلد ممثلين وأفلام وبرامج كمان مشهورة إن كان في السبعينات والثمانينات والتسعينات. طيب هو إزاي يعرف مين جاك نيكلسون لو ما كانش عايش في العصر ده؟ إزاي كمان يقلد أرنولد لو ما شافش أفلامه؟ مستحيل. فواضح جدا إن الجني عايش متأثر بالثقافة والفن بتاع القرن العشرين، وده يخلي أقرب وقت لأحداث الفيلم هو سنة 11970. ولو ركزنا أكتر هنلاقي إن آخر مرجعيات الجني في أوائل التسعينات، مفيش عنده أي كلام مثلا عن الهواتف الذكية أو أحداث زي الجواز الملكي. فهل ده معناه إن حصلت نهاية العالم سنة 1992؟ يعني بالمعادلة دي أحداث الفيلم بتحصل سنة 11992. وخلي بالك ديزني نزلت الفيلم بعد حرب الخليج بسنة واحدة، فهل ممكن يكون ده عالم موازي طورت فيه حرب الخليج التانية وبقت حرب عالمية تالتة؟ مبدعي الفيلم قالوا إن القصة أحداثها مستوحاة من العراق، وده يخلي النظرية دي منطقية شوية. كمان في لعبة فيديو مبنية على الفيلم في مشهد انفجارات، وده ممكن يكون تلميح. الجن كمان بيكشف أول دليل إن القصة في المستقبل من أول مشهد في الفيلم. الفيلم بيبدأ بتاجر في الصحراء، وفعليا المخرج هنا رون أكد إن التاجر ده هو الجني بس متنكر. ولو ركزت هتلاقي إن عنده 4 صوابع زيه، وكمان بيقول نفس النكت السخيفة. كانوا مخططين يكشفوا ده في آخر الفيلم لكن اتشالت في المونتاج. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر حوالين النقطة دي هتلاقيني عامل لك فيديو هنا على القناة شارح فيه النظرية دي بالكامل. اما بقى بالنسبه للاغنيه المشهوره بتاعته، الجن بيعمل مراجع كتير جدا من العالم الحديث، واللي على سبيل المثال بيحول نفسه الآلة دي اتعملت اول مره سنه 1895. بعد كده بيحول دي للميكروفون، ونفس الشكل ده من الميكروفونات ظهرت في الستينات. بيعمل بعد كده لافته مضيئه، وده اول ما قابل علاء الدين، وده يوضح انه عارف بالكهرباء واللمبات. بيجيك كمان سيره الالعاب الناريه وحلبة الملاكمه الحديثه والكوتشي والعربيات. مستحيل يكون تنبأ يعني بكل الحاجات دي بالدقه دي من غير ما يكون شافها بنفسه. وهنا بقى في ناس بتجادل شويه وتقول يمكن الجني عنده القدره يشوف المستقبل، لكن الفيلم نفسه بيوضح العكس. ليه بقى؟ لان الجني وعلاء الدين اتفقوا ان هيديله 3 امنيات، والجني كان فاكر ان علاء الدين ممكن يستخدم الاخيره علشان خاطر يحرره، لكنه ما كانش يعرف ان علاء الدين مش ناوي يعمل كده. المهم كمان لما علاء الدين ضحك عليه وقال لي اتحداك تقدر تطلعني من كهف العجائب من غير ما يتمنى اصلا، الجن اتصدم وفتح بقه من الدهشه. لو كان فعلا بيشوف المستقبل كان هيبقى عارف الخطه ومش هيتفاجئ.
ويبقى هنا بقى السؤال الكبير، ايه الكارثة اللي خلصت على الحضارة ورجعت البشرية لعصر البرونز؟ في لعبة الفيديو الرسمية بتاعت علاء الدين في تلميحات واضحة، لو ركزت في الخلفية هتلاقي مثلا ان أقربها شبه أرض مهجورة، علاء الدين ماشي وسط تلال مليانة هياكل عظمية، وكمان في لقطة بيبان كأن في قنبلة ذرية في الصحراء. كمان في علامات طرق من القرن العشرين باينة في الخلفية. طيب ايه رأيك بقى في كهف العجائب نفسه؟ ممكن يكون اصلا مخبأ نووي تحت الارض، شكله مليان ذهب، ودي حاجة الناس في الازمات الكبيرة بيخزنوها علشان خاطر قيمتها ثابتة في كل مكان وزمان. لو كان في تهديد بحرب نووية منطقي جدا الناس تحط الذهب ده علشان خاطر يقدروا يبدلوه بأي حاجة تانية لو الدنيا وقفت. المدخل كمان نفسه هتلاقي ان هو فيه تكنولوجيا متقدمة، المدخل بيطلع في وسط الصحراء وكأنه سحر، بس يمكن ما يكونش سحر خالص، يمكن يكون مثلا مكانات او اي حاجة تانية متطورة، وده اللي بيخلي الكهف يبان كده. جوه كمان الكهف علاء الدين بيلاقي السجادة، الفيلم بيحاول يقنعنا انها سجادة سحرية، لكن النظرية بتقول انها في الحقيقة تكنولوجيا طايرة قديمة اتنست. طيب بالنسبة لرحلة السجادة السحرية، علاء الدين وياسمين في ليلة واحدة بيزوروا نص العالم تقريبا، الكلام ده مستحيل يتحقق في ليلة. حتى لو معاك أسرع حاجة السجادة فعلا بتطير، لكن مش بسرعة الصاروخ يعني عشان خاطر تلف العالم كله في ساعات. النظرية بتقول إن الجني هو اللي اخترع الأماكن دي من خياله والذاكرة بتاعته، وده علشان خاطر يخلي علاء الدين وياسمين يعيشوا لحظة رومانسية، يعني ممكن أصلا الأماكن دي ما بقتش موجودة بعد الكارثة اللي حصلت. وفي نهاية الفيلم الجن بيقرر يسافر العالم، لكن في الجزء التاني بيرجع بعد دقايق ويقول انه راح ديزني لاند وجاب من هناك هدايا لاصحابه اللي بيؤمنوا بالنظرية دي، شايفين ان الجن فعلا سافر ولقى العالم بايظ ومهجور وما قدرش يقول لحد، فعمل نفسه جاب هدايا وخدعهم علشان خاطر يبين ان الدنيا لسه موجودة. كمان ثقافة أغربة نفسها فيها تلميحات انها مش في الماضي، دي في المستقبل. احنا عارفين ان الفيلم متأثر بالشرق الأوسط، اللغة والمباني واللبس، بس في حاجة ناقصة جدا، الإسلام. مفيش جوامع ومفيش أي صلاة بتتعمل زي ما بيحصل في أي بلد إسلامي. الأغرب إن ياسمين لابسة لبس كاشف لبطنها وشعرها ومفيش اعتراض من المجتمع ولا حد بيقول ان ده غلط، رغم كده في مواقف بيقولوا كلمة الله، وده دليل ان الدين كان موجود زمان، ولكن زي ما تقول خلاص المجتمع اتحرف عن الاصل، وممكن نفترض ان ده ريفرنس على اللي ممكن يكون بيحصل في الوقت الحالي، وربنا يستر على الاجيال اللي جايه. طيب حتى الحيوانات في اغربها شكلها متاثره بحاجه غريبه، في مشهد السوق السمك ضخم جدا بشكل مش طبيعي، وده ممكن يكون بسبب طفرات حصلت بعد تعرضهم لاشعاع او انفجارات نوويه. نفس الفكرة ممكن تفسر ليه البغبغان بيتكلم، مش بس بيتكلم ده كمان بيبان عليه انه بيتجدد او بيخف بسرعة. فالبغبغان هنا في مشهد لما بيتحرق شوية ريشه بيرجع ينبت تاني بسرعة غريبة، وده معناه انه مش طبيعي. ولكن مش هو بس، راجا النمر كمان كان باين عليه انه بيفهم ياسمين. في تفسيرين بقى، يا اما النمر متاثر برضه بالاشعاع وزيه زي الكائنات التانية، يا اما ياسمين معاها جهاز ترجمه متطور يخليها تفهمه. يمكن حتى الحلقان الضخمه اللي لابساها دي مش مجرد زينه، دي ممكن تكون اجهزه تكنولوجيه. وبرضه ابوه القرد مثال تاني، القرد اذكياء بس ابوه بيفكر اذكى من بشر كبار وبيضحك عليهم بسهوله، وده مش طبيعي لأي حيوان. كمان بيقلد الكلام وبيفهم علاء الدين كويس جدا. أما ياسمين نفسها فهي أكبر دليل على إن الأحداث دي في المستقبل، لبسها مكشوف، بطنها وشعرها باينين، وده مش مناسب لثقافة الشرق الأوسط في الماضي. كمان شكلها يوضح إنها بتحط ميك اب، مش كده بس، شخصيتها وسلوكها حديث جدا، مستقلة عنيدة وبتتحدى أوامر أبوها وتقولها صريحة أنا مش جايزة حد ياخدها. ففي الماضي مستحيل أميرة من الشرق الأوسط تتحدى أبوها بالطريقة دي، ده كان ممكن يسبب لها مشاكل كبيرة وخطيرة. لكن ياسمين بترفض فكرة الجواز المدبرة وعايزة تتجوز عن حب، ودي يعتبر فكرة حديثة جدا ومش من عادات زمان، وده بيدل إنها مش أميرة قديمة، دي عايشة في مستقبل اتغيرت فيه المجتمعات، واللي يمكن يكون بيوضح هنا إن الناس بدأت تبعد عن دينها فعلا. طيب هنا كمان اكبر جزء مثير في النظريه دي ان السحر في اغربها كله اصلا تكنولوجيا متقدمه. حتى الجن نفسه في ناس شايفه انه مش كائن سحري، ده يعتبر اندرويد هولوجرامي متطور جدا، ممكن يكون اتبرمج بموسوعه كامله عن تاريخ البشريه، وده يفسر ازاي عارف ممثلين وافلام وموضه من القرن العشرين. فلو ده صح يبقى الجن قادر يعمل محاكاة متقدمة جدا زي الاستعراض الضخم بتاع الأمير علي ورحلة السجادة السحرية حوالين العالم، كل ده ما كانش حقيقي، ده مجرد هولوجرامات بيعملها الجني. ويمكن كمان يكون اتصمم اصلا علشان خاطر يحمي بقايا البشريه ويحافظ على تاريخهم والمعرفه بتاعتهم، يعني هو ممكن يكون موجود علشان خاطر يساعد اهل اغربه يعيدوا اكتشاف الكهرباء والعربيات وكمان التكنولوجيا.
الخلاصة الناس اللي حبت النظرية دي جمعوا الأدلة من الفيلم ومن لعبة الفيديو الرسمية، ولما ركزوا لقوا إن حصلت كارثة نهاية عالمية دمرت أغلب الأرض فعلا. أغرب واحدة من آخر الأماكن اللي فيها الحضارة. الجني مش مجرد جني، ده ذكاء اصطناعي متطور بيصنع أوهام. الحيوانات كمان اتطورت بسبب الإشعاع، ولسه في بقايا من العالم القديم للي يعرف يدور كويس. وفي النهاية إيه رأيك أنت؟ هل علاء الدين فعلا أحداثه في مستقبل متدمر بعد نهاية العالم؟ ولا الناس دي مكبرة الموضوع شوية؟ فالمهم في النهاية إن أكيد إن النظرية دي أوقع بكتير ومنطقيا من نظرية إن جعفر طيب، لأن دي فعلا بعيدة قوي. وكالعادة لو وصلت لحد هنا بقى استنى رايك في الكومنتات، ولو انت اول مرة تدخل على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.